السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي افضل حال. النهارده بقى جايبه لكم وصفتين لفطار او عشاء بجد حلوين جدا مشبعين جدا. هما الطريقتين بالجبنه القريش. بصراحه الجبنه القريش اكتر جبنه خفيفه وصحيه، وممكن تاكليها بكذا طريقه وتنوعي فيها وهتحبيها واللي مش هيحبها هيحبها ان شاء الله بعد كده، لان بجد هيبقى طعمها مختلف، طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت صحي. وهقولك ازاي تاكليها مع الفطار او على العشاء بطريقة صحية عشان تبقي ماشية على الدايت مظبوط. تابعوني لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا، واللي لسه ما يعرفنيش انا آية من قناة يلا نجرب ليتس تراي. اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. يلا بينا نبتدي، توكلنا على الله. اول طريقة جبت جبنة قريش، ومعايا بقى اي خضار متوفر عندك في التلاجة، كابوتشي، فلفل اخضر، خيار، طماطم، بقدونس، فلفل حار. جبت الكبة وهبتدي اقطع الفلفل الاخضر بالشكل ده، هقطع برضو طماطم وهقطع البقدونس وهقطع فلفل حار. طبعا مش هقطع الخيار ولا الكابوتشي. وطبعا اضافة الفلفل الحار دي حسب الرغبة، بس الحاجة المشطشطة كده تخلي الجبنة القريش طعمه خطير. والبقدونس طبعا مش هاخد ده كله، هاخد حوالي معلقتين كبار كده. والبقدونس الزيادة ممكن تضيفيه على الجبنة بعد ما تضربيها، ممكن تاكليه كده لوحده زي ما تحبي. هنزل بقى باخر مكون معانا الجبنة القريش. هتصدقوني بجد لو قلتلكوا ان اي حد ما بيحبش الجبنه القريش بعد الوصفه دي هيحبها جدا. هبتدي اظبط البهارات. نزلت ببابريكا، نزلت بحوالي ربع معلقه كده صغيره كزبره ناعمه. الكزبره بيبقى فعلا بتدي طعم حلو قوي مع الجبنه. اخر حاجه معايا ربع معلقه من الكمون. كده بهاراتي تمام، انتي لو حابه تضيفي حاجه من عندك تضيفيها. هضربهم بقى في الكبه كويس جدا. ممكن بعد ما تضربيها كده تروحي ضايفه معلقه صغيره من زيت الزيتون واضربيها ضربه كمان. وكده بقت جاهزة معانا ان احنا ناكلها، وهتاكلي احلى جبنة قريش. بجد الطعم هيروح في حتة تانية اصلا. الجبنة القريش بيبقى ليها اتنين اصحاب مش بيحبوا يفرقوها، بجد بيبقوا مع بعض كده طعم حلو قوي. حبة البركة والزعتر. انا كان عندي زعتر مجفف، لكن لو عندك فريش هيبقى احلى واحلى. جنب الجبنة القريش بقى قطعي الخضار اللي بتحبيه، قطعي خيار، قطعي طماطم، قطعي كابوتشي زي ما تحبي. ممكن بقى لو بتتعشي تكتفي مع الجبنة القريش كده بخيار وكابوتشي، بجد هيبقى طعمهم حلو قوي وهتاكلي وهتشبعي. بتفطري بقى ممكن تاكليها في ساندوتش عادي، ممكن تاكلي بقسماط سن. طبعا العيش بيبقى يا عيش سن يا اما عيش بلدي عادي، وبيبقى طبعا نص رغيف. ممكن بقى معاهم كوباية شاي كده او كوباية شاي بلبن. هو طبعا الشاي مش صحي ان انتي تفطري كده جنب الاكل، بس انا بصراحة ما بعرفش افطر من غير كوباية شاي مع الفطار. بس بجد انتي الجبنة القريش معاكي اهو، شوفي هتاكليها بأني طريقة. بس بنصحك طبعا في العشاء تاكليها بخيار بكابوتشي، تاكليها كده خفيف، وهتاكلي بجد جبنة طعمها حلو قوي. وكلي منها واشبعي. وعايزة اقولك الجبنة دي لما بتفضل في التلاجة لتاني يوم بتبقى احلى واحلى. بتبقى كده الجبنة شربت من البهارات اللي احنا ضايفينها والخضار، بجد بيبقى طعمها خطير. هعمل معاكم الجبنة القريش بطريقة تانية مختلفة. انت طبعا ممكن تغيري الجبنة بأي نوع جبنة تانية، بس الجبنة القريش أحلى من أي جبنة تانية لأنها أخفهم وسعراتها قليلة جدا وحلوة قوي للي بيخفف في الأكل أو بيحب ياكل أكل صحي. ولما تنوعي في الطريقة أكتر من مرة هتحسي انتي أصلا بتاكلي مش جبنة قريش، بتاكلي كذا نوع جبنة مختلف من جبنة واحدة. يلا بينا نشوف الطريقة التانية. معايا قطعة من جبنة القريش، ههرسها بالشوكة بالشكل ده. هبتدي اضيف عليها اصحابها اللي هم حبة البركة والزعتر، وهضيف بابريكا. المرة دي مش هضيف بهارات كتير، هضيف بابريكا بس. انتي حابة تضيفي بقى شطة او اي بهارات تانية ضيفي، بس انا مش هضيف غير بابريكا بس عشان تبقى الطريقة دي مميزة وطعمها مختلف عن الطريقة الاولى وتحسي بتغيير في الطعم. حبيت اهرسها بالشوكة بالشكل ده. وبعد كده هنزل عليها بحوالي معلقة صغيرة من زيت الزيتون. ما نزودش، هو زيت الزيتون صحي بس ما بنزودش منه. ما عندكيش زيت زيتون ممكن اي زيت نباتي اخر، او ممكن بلاش زيت خالص زي ما تحبي. ونزلت على الوش كده بحبة بركة وزعتر. اهم حاجة بقى في الفطار ده او في العشاء ده الخضار. اي خضار عندك في التلاجة هاتيه، لانه هيساعدك على الشبع جدا، ودي طبعا اهم حاجة معانا. وحاولي بقى تقطعيه كده بشكل منظم كده، وظبطي الطبق بتاعك عشان يبقى الطبق شكله يفتح النفس، وتحسي ان انتي مش بتعملي دايت كده وخلاص متضايقه ان انتي بتاكلي اكل صحي وكده، لا تبقي مبسوطه كده وبتاكلي الحاجه بنفس. زي ما انتم ملاحظين قطعت خيار وقطعت جزر.
جبت الكابوتشي وهبتدي يعني انا احط فيه كده جزرايه، خيار، وهبتدي انزل بجبنه قريش. هتقولوا ايه اللي انا بعمله ده عباره عن سندوتش بس بالكابوتشي. بجد بيبقى طعمه خطير، جربوه بجد، حاجه كده خطيره وبيشبع جدا. وده السندوتش اللي انا بفضله في العشاء بدل ما اكل عيش في العشاء. وطبعا في الدايت يفضل ان انتي تتعشي حاجه خفيفه، فاكهه، زبادي، خضار. فهو ده بقى هتعملي سندوتش كده من غير عيش، وبجد بيبقى مشبع جدا. لكن في الفطار ممكن عادي ناكل عيش بداية اليوم لسه وعايزين طاقة. هنجيب العيش ونظبطه كده كابوتشي، يعني نحط فيه كابوتشي او خس كتير، والجبنة بقى القريش او الجبنة اللي انت هتفضليها، وتحطي بقى ايه الخضار، خيار، جزر، وحبيت احط حبة بركة كده. انا بصراحة بحب مع الجبنة القريش حبة البركة جدا. بس وبقى معاكي احلى وجبة ممكن تاكليها كفطار او كعشاء. والجبنة القريش ممكن تاكليها كده بجزر بخيار لوحدها كده، بجبنة قريش والخضار المتوفر عندك في التلاجة، هتفطري احلى فطار وتتعشي برضو احلى عشاء. زي ما انتم ملاحظين انا بحب اكلها بالخضار جدا. وبحب بقى الساندوتش اللي انا بقول لكم عليه ده بيبقى طعمه خطير. جربوه وليه رأيكم فيه. بجد وصفة خطيرة مع الجبنة القريش. عملت معاكم الجبنة القريش بكذا طريقة والاتنين احلى من بعض، وبجد في طرق تانية كتير للجبنة القريش هخليكم بجد ان شاء الله تحبوا الجبنة القريش. انتظروا مني الجديد. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.